واحد القضيه اللي كتطرح بزاف عندنا في المغرب هي ان شي شباب اللي كيقولوا واحد القضيه عندي فلوس، عنده واحد المبلغ من المال، شنو نقدر ندير بها اولا فين نقدر نستثمرها اولا شنو المشروع اللي نبدا بها. هنا غادي تطرح علينا واحد القضيه اللي كاين اللي يقول لك واش كاين شي واحد عنده الفلوس اللي محتاج انه يدخل القناه ديال اليوتيوب ولا يقلب علينا يشوفنا شنو غادي نقولوا باش يمشي يبدا المشروع ديالو. ما عارف بلا مور الشاشه ما كاينش اخنوش اللي كيتفرج فيا اليوم باش نقول ليه كيفاش ممكن يطور المشاريع ديالو، ولكن كنتكلم مع الناس اللي عندهم استثمارات صغيره، عندهم ممكن 50,000 درهم، عندهم 100,000 درهم، عندهم 150 حتى 200,000 درهم، واحد المبلغ اللي يقدر يديماري به مشروع صغير. هادو هما الناس اللي كنوجدوا لهم هذا الخطاب باش نقدروا نساعدوهم، خاصه يتفاداو واحد القضيه، يتفاداو النصاب. كاينين دابا بزاف ديال النصابه اللي كيستغلوا بحال هاد المواقف وكيتسناك انك كتكومونطي في شي مجموعه، كتقول شي واحد هاد الرساله هادي بالله راه عندي شي مبلغ من المال، وكيجي كيدخل عليك اجي راه عندي واحد التجاره مربحه، اجي راه تقدر تبدا التجاره ديالك من المنزل ديالك، غادي نصيفط لك واحد الرابط كليكي عليه ودخل باش تبدا الاستثمار ديالك. كاينين البورصه، كاينين الاسهم، كاينين بزاف ديال الامور اللي غادي يقدروا يطيحوك في عرضه النصب وتصدق هذيك الفليسات اللي عندك حتى هي مشات لك وتلقى راسك عاوتاني كتبدا مجددا من الصفر. داكشي علاش الموضوع ديال اليوم غادي نوجهوه لهاد الناس اللي باغيين يبداو هاد النوع ديال الاستثمار. اول حاجه كنفكروا فيها هو شنو هو هذا المشروع، الفكره اللي غادي نبدا بها ولا غادي نستثمر فيها هاد الفلوس ديالي. دائما الفكره ديال المشروع الا بغيتي بغيتي تبدا مع ناس ولا سول الناس اللي بداو داك المشروع قبل منك، ناس اللي سبقوك في الخبره، ناس اللي سبقوك في التجربه. مثلا تبدا واحد النوع ديال التجاره، مثلا التجاره ديال الهواتف، افضل شخص ممكن انك تمشي تسولو باش تبدا مشروع ديال الهواتف هو شخص كيبيع الهواتف. ما تمشيش مع شخص انه فقط انت تبدا المشروع ديال الهواتف وشخص مثلا عنده سناك، عنده مطعم صغير كيبيع وتمشي تستشر معاه، غادي تكون الاستشاره ديالك شويه ديكاريه، تكون خاطئه لانها ماشي موجهه للشخص الخاطئ. وداك الشخص هو اللي ممكن انك تجلس معاه، ممكن ان حتى الا كانت الامكانيه وعلاش لا الناس ممكن ان كاملين كنتعلموا انك تشوف شي شخص اللي عنده هذا المشروع وتدوز معاه واحد الفتره ديال التدريب، تجلس معاه دوز معاه حيز زمني مهم، كيفاش منين كيجيب السلعه، بشحال كتقام عليه السلعه، ان الناس اللي كيجوا معاه كيفاش كيتعامل مع الزبائن ديالو، كيفاش كيقيد، كيفاش كيدير الاحصاء ديال العمليات ديالو، كيفاش كيراقب المداخل والمصاريف ديال هذا. دونك افضل مكان اللي ممكن انك تتعلم فيه هو التعلم مع شخص اللي كيمارس هذه القضيه. من بعد ان خصك تبدا دير العمليات الحسابيه ديالك، انه تعرف شحال ديال السلعه غادي تحتاج، فين غادي ندير هذه التجاره، واش غادي تكون في المجال الالكتروني، خصني موقع الكتروني، يعني خصني المهاره ديال انشاء موقع الكتروني، شحال ديال الوقت نقدر نستثمر ولا ديال الفلوس باش نتعلم هذه المهاره الجديده. اولا كاينين ناس اخصائيين وشباب اللي كيعرفوا يديروا هذه القضيه اللي ممكن انني نقلب عليهم ونشوف بشحال نقدر ندير هذا الاستثمار ديال انشاء موقع الكتروني خاص ببيع الهواتف. اولا الا ما كنتش غادي نمشي في التجاره الالكترونيه وغادي يكون عندي محل، خصني نحدد له حيز زمني ونحدد واحد الوقت نمشي نقلب على الناس اللي عندهم محلات تجاريه، نسولهم شحال باغيين يكريو الا كانت حدود التكلفه ديال الكرا، اولا بشحال باغيين يبيعوا الا كان عندي المبلغ ديال الاستثمار اللي بغيت نستثمر كبير شويه اللي يمكنني انني نشري داك المحل ونحدد ليها وقت ديال باش نحدد واش تجاره الكترونيه ولا تجاره اللي في الحياه الواقعيه. من بعد كنشوف داك المحل، نفرض انني خديت محل تجاري، داك المحل التجاري خصو بطبيعه الحال تجهيزات، نبدا نجيب معلميه، كاينين الناس اللي كيوفروا هذه الخدمات، شحال غادي تحتاج مثلا ديال الصباغه ديال الكاب، شحال ديال التريسيان، شحال ديال البلومبي والامور كامله اللي كيحتاجها داك المكان ونقيدها. هذه التكلفه الاولانيه. من بعد غادي خصني نجهز المحل، خصني مثلا دي زيطاجير، غادي خصني دي فيترين، خصني الزاج، غادي خصني الضوء، غادي خصني ندخل الانترنت، هاد الامور كامله ونقيدها كذلك. من بعد كتوصل للمقيته ديال المواد الاوليه او البضاعه اللي غادي نقدم. بطبيعه الحال هنا في المغرب معروف ان من اكبر الاماكن اللي معروفه عندنا في البلاد الاسواق ديال الجمله هي اللي كاينه في كازا. نحدد الموعد، نحدد الوقت ديالي، امتى نمشي للدار البيضاء ونمشي نقلب مثلا في درب غلف او نقلب في درب عمر ونتلاقى مع التجار ديال الهواتف ونشوف بشحال ممكن ان ناخذ داك البضاعه، ونشوف كذلك الراقب بشحال ديك البضاعه متوفره في السوق باش نعرف شحال ديال الهوامش. يعني ما يمكنش نجيب بضاعه من الدار البيضاء ونبيعها نقدمها في المتجر ديالي ونكون انايا كنبيع اكثر من شحال كيبيعوا الناس. هادشي كامل غادي يعطينا فكره على التكلفه ديال المشروع باش نعرف راسي شحال نقدر نستثمر باش نبدا المشروع ديالي. هنا بحال بديت كندخل كما كنقولوا كندخل المعقول، عرفت الكراء ديال المحل، عرفت بشحال غادي يخصني التجهيز ديال المحل، عرفت بشحال غادي يحتاج باش انا نعمر المحل ديالي، غادي نشوف واش غادي يحتاج شي خبره. يعني مثلا الا قلنا المحل كيبيع الهواتف كيحتاج ممكن حتى الاصلاح، واش انا عندي ديك الخبره، عندي داك لي تكنيك اللي محتاجين التقنيات باش انني نصلح الهواتف، واش غادي نتعلمها اولا غادي نجيب شخص اللي غادي يكون مؤهل انه يقوم بديك العمليه. الا غادي نجيب واحد الشخص
شحال التكلفه الشهريه ديالو، بشحال غادي نخلص داك الشخص باش انه يقوم لي بهذه العمليه. هادشي كامل خصو اطار قانوني، يعني غادي نقولوا بانه واش غادي يكون عندي مقاول ذاتي او لا شركه شخص ذاتي او لا غادي تكون عندي شركه مقاوله. نعرف كذلك الضرائب ديالها وبشحال المصاريف ديال انني ندير التاسيس. واخا يبان لكم هادشي كثير، هاد المعلومات كامله اللي قلت لكم راه ممكن اجمعها في واحد الاسبوعين. هنايا من بعد انك استثمرتي من وقتك واحد الشهر ديال الزمن غادي تكون عرفتي واش هذا هو المشروع اللي صالح لك، واش التكلفه اللي عندك ديك 10 المليون ممكن او لا 15 مليون واش هي عندك ولا ما عندكش، باش تقول تقرر في نهايه الامر واش هذا المشروع صالح ليا او لا ما صالحش ليا باش نبدا فيه ولا ما نبدا فيه. يعني هذه الرساله علاش كنوجهوها، لان بزاف ديال الناس كيكتفيو فقط ان الناس كتقول لهم معلومه انه بدا هذا المشروع، سير بدا هذا المشروع، او لا كيساق الاخبار ان فلان نجح في واحد المشروع معين وكيجيب ديك الفليسات اللي جمع اللي استثمرها اللي ورثها اللي عطاها ليه شي حد، انه كيمشي كيحط فلوسه وكيبقى هذيك الفلوس ضاعت ليه. هنا نكونوا وضحنا شنو هما الخطوات اللي تقدر تقوم بهم انت كواحد عندك واحد راس مال صغير اللي تقدر تستثمره في واحد المشروع ويكون مربح وتمشي بطريقه مزيانه. الا تجيتي مزيد من المعلومات تقدر تتواصل معايا عبر الايميل اللي كاين تحت او الرقم ديال الواتساب. وثاني حاجه، شكون هما المشاريع اللي كيبان لكم بغيتوا نتكلموا عليهم، اللي نقدروا في حلقات جايه نتكلموا على كل مشروع على حده، نتكلموا كذلك شحال التكلفه ديالو، منين كاينين المصادر ديال التمويل ديالو، منين كاينين المصادر ديال الماتيريال ديال المواد الاوليه او البضاعه منين تقدروا تجيبها، ولما لا الا نقدروا نستضيفوا اشخاص اللي نجحوا في دوك المشاريع اللي يتكلموا معكم مباشره. شكرا وتهلاو.